بص، كل لحظة في حياتك بتاخد فيها قرار، حتى لو كان قرار انك ما تعملش حاجة، فده في حد ذاته قرار. تعال نرسم صورتين ممكن تبقى انت في واحدة منهم بعد سنة من دلوقتي. الصورة الأولى انت ما عملتش حاجة خالص، زي أكرم عنده 24 سنة، خلص جامعة من سنتين، كل يوم بيصحى الساعة 12 الظهر، يفتح موبايله ويقعد يتفرج على فيديوهات، يقول لنفسه هبدأ بكرة، هبدأ أقدم على شغل أو هبدأ أتعلم أي حاجة جديدة. بس بكرة دي مش بتيجي. بعد 3 شهور بدأ يحس إنه تايه، بدأ يشوف زمايله بيتحركوا وهو لسه واقف مكانه، بدأت ثقته تهتز، وبقى كل مرة يفكر هو أنا بضحك على نفسي؟ هو أنا مفيش فايدة فيا؟ بس الحقيقة هو ما عملش ولا خطوة عشان يقدر يعرف. الصورة التانية حد بدأ يطبق النو زيرو دايز زي أكرم برضه، بس قرر يبدأ بقى بخطوة صغيرة. قال كل يوم هعمل حاجة بسيطة مهما كانت. أول يوم كتب هدفه في ورقة، تاني يوم فتح لينكد إن ودور على 3 فرص لشغل، تالت يوم سمع بودكاست عن تطوير الذات، رابع يوم بدأ كورس أونلاين درس فيه أول فيديو بس. بعد شهر بدأ يصحى بدري، بقى بيحس إنه بيكسب نفسه كل يوم، بدأ يحس إنه في سكة حتى لو كانت بسيطة. بعد 6 شهور جات له أول فرصة تدريب، بعد سنة بقى في شغل ثابت كل يوم، ولسه مكمل لحد النهاردة، بس مكمل كل يوم بخطوة واحدة حتى لو كانت بسيطة. الموضوع يبان بسيط بس تأثيره عميق جدا. اليوم اللي بتقعد فيه وتقول مش قادر، لو قدرت تغسل طبق، لو قدرت تكتب سطر، تتمشى حتى 5 دقايق، هو يوم مش ضايع، انت كده كسبت اليوم ده. وكل يوم بتكسبه بيبني فيك ثقة، بيفهمك انك تقدر، وبيعرفك ان المشكلة بس ان انت مكسل. بس تعال نكون صادقين، حتى لما تبدأ وتكمل في ايام هتحس انك تعبت، هتلاقي نفسك بتسأل هو انا بعمل كل ده ليه؟ هو في نتيجة فعلا؟ ساعتها افتكر ان العمر كله مش بيتغير في يوم، بس بيتغير من ايام صغيرة بتجمع بعضها. كل سطر بتكتبه، كل مرة بتقاوم الكسل، كل مرة بتتحدى الإحباط بخطوة بسيطة، دي مش حاجات صغيرة، دي بداية حياة جديدة.